مختصرات الجديد نيوز. مساء الخير. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية بنما لورنتينو كورتيز، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب بنما بمزيد من التقدم والرخاء. قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس اليوم إن الحكومة تدرس إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب الذي ارتفعت أسعاره بعد انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة. تمكنت سلطات مدينة طنجة يوم الأربعاء من توقيف 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في حيازة وتوزيع غاز أكسيد النيتروس الكيميائي الذي يشتبه في إساءة استعماله في التخدير. أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن مواجهة المغرب منتخب جورجيا وديا في 17 من نوفمبر الجاري بالإمارات استعدادا لمونديال قطر. وكشف الموقع الرسمي للجامعة أن الأسود سيواجهون منتخب جورجيا بعد أسبوعين تحضيرا لنهائيات المونديال، وستجرى المباراة انطلاقا من الساعة 5 بتوقيت المغرب. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم موعد إجراء قرعة دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 16 من نوفمبر الجاري موعد إجراء القرعة في العاصمة المصرية القاهرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.